يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الخيرات، يا صباح التفاؤل، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح الرزق الواسع، يا صباح الستر. ويا ربنا يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ربنا يسترنا. الستر ده من عند ربنا نعمة، والناس الكويسة في حياتك نعمة. الرزق ده مش رزق فلوس بس يا ولاد، أنا دايما أقول لهم كده. الرزق رزق صحاب، رزق الكلمة كويسة، رزق ولادك كويسين، رزق الزوج كويس، رزق الزوجة كويسة، رزق الأهل كويسين، الجيران، الصحاب. الرزق ده لما ربنا بيحبك بيحبب فيك خلقه وبيحبب فيك كل الناس، وتلاقي كل الناس كويسة واقفة معاك، وتلاقي الكلمة كويسة تطلع من بقك قبل أي حاجة، لأن ربنا راضي عنك، لأن ربنا بيحبك، وربنا عاوز إن أنت دايما بذكره، ودايما تصلوا على النبي يا ولاد. صلوا على الحبيب قلبك كتير. طب زيدوا النبي صلى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. انا ماما لومي كوبايه شاي مع لومي. ما تنسوش بالدعاء، ما تنسونيش بالدعاء. ادعوا لي ان ربنا يكبر بخاطري ويرزقني بعمره ان شاء الله. انا عامله القناه ديت عشان ربنا يرزقني منها بعمره، والله العظيم، عشان ربنا يكرمني، لان القناه التانيه واقعه، وانا عايزه قناتي دي ربنا يكرمني فيها. وانا عايزه اهم شيء ان انتوا تدعوا لي ان ربنا يكبر بخاطري، واللي هيساهم ويشوف الفيديوهات بيساهم في ان انا ربنا يكرمني وهطلع عمره. بتساهموا في الخير، بتساهموا في الخير. صدقوني يا ولاد. النهارده قبل ما اتكلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ميزانيه ال 3000 جنيه، 3000 جنيه شامله كل حاجه، كل حاجه في البيت هتجيبيها، كل حاجه يا ماما لومي. كل حاجه حبيبه اختك. هتجيبي ايه من الالف للياء، وهقول لك هتعملي ايه وهتصرفيهم ازاي، وهتجيبي ايه وهتجيبي بكام وبكام والكلام ده كله، والفطار والغدا والعشاء وكله. تمام تمام. صلوا على النبي يا ولاد. الف صلاه عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك. اهلا بحبايب قلبي اللي معايا في القناه من اول ما فتحت القناه، واهلا بحبايب قلبي اللي هيجوا معايا في القناه يتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي. تعالوا بقى شوفوا، لان الفيديو ده فيه حاجات مهمه جدا جدا. نقط على الحروف من اول السطر، من اول السطر يا ماما لون. اللهم صل على النبي حبايب قلبي. اول حاجه في المشتريات هنكتب ورقه وقلم ونجيب الحاجات دي. ايه هي يا ماما لومي؟ هقول لكم حبيبه اختي. بص حبايبي، انت اول ما بتجيبي، انزل اجيب ايه؟ بس انا عايزه اجيب حاجات دي، حاجات دي حاجات الشهر، الشهر كله، مش 15 يوم، لا حاجات الشهر، علشان ابقى قاعده مرتاحه، وكمان هيفيد منها فلوس. ايه رايكم بقى؟ هيفيد من 3000 فلوس اللي انت هتقوليها كل ده، لحوم وفراخ وسمك وكبده ولحمه مفرومه وبقوليات وخضار، كل ده ب 3000 جنيه الا. وبالورقه والقلم واحسبوا معايا واكتبوا. ماشي حبايب قلبي. اول مره، اول حاجه هنجيب فراخ، هنجيب 3 فرخات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كبار كده وحلوين، ب 420 جنيه. ليه؟ هقول لك حاجه. اللهم صل على النبي. 3 فرخات، الفرخه 2 كيلو، 2 في 6، الفرخه 2 في 3 ب6، وال6 كيلو 6 في 7، الكيلو ب 70 جنيه عندنا. شوفوا انتوا عندكم بكام؟ مش عندنا كمان ب 70، ده عندنا ب 69 جنيه وب 68 جنيه الفراخ. 6 كيلو الفرخه 2 كيلو كده حلوه مزقلطه كده، 2 كيلو يعني 3 فرخات 6 كيلو، 6 في 7، 6 في 7 70 جنيه كيلو ب 42 جنيه، ب 420 جنيه. هنعمل منها وتفصصي زي ما انت عايزه. عندك اهو 3 فرخات، اعملي تشقلبي فيهم. 3 فرخات حلوين قوي. ده بصي كمان، ده انا مشيلاكي الليله بالهبل كده، ان انت تاكلي ولادك وتشبعيهم زي ما انت عايزه. تعملي ستريبس، تعملي بانيه، تعملي الوراك كده على البتاع، تشيلي الكبد والقوانص بتاعتهم على كبد وقوانص هنجيبها كمان، تشيلي الاجنحه، تعملي بصي ستريبس، تعملي مفروم، تعملي زي ما انت عايزه. غير ما كمان احنا هنجيب كمان بانيه. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا اولاد وزيد النبي صلى الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنجيب كيلو مفروم، كيلو مفروم. انا بجيب اللحمه المستورده، كيلو المفروم ب 250 جنيه عندنا. هجيب كيلو مفروم هقسمه على نصين، نص كيلو هعمله معصج. عندك صبيان ما تحطيش فول الصويا، ما عندكيش صبيان حطي فول صويا، بيزود الكميه وبيخليها قد كده. ما عندكيش مش عايزه ده ولا ده، هاتي نص كيلو بصل، وعلى نص كيلو اللحمه المفرومه، وعصجيه مع قرنين فلفل مع زيتونتين مع طماطميه، بس ما تحطيش طماطم دلوقتي، الطماطم لما تيجي تطلعي وتحطي. ماشي؟ صلوا على الحبيب. يلا
صلوا على الحبيب يا ولاد، صلوا على النبي، ده الفيديو شيق جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النص كيلو التاني هقسمه او هعمله حواوشي، يبقى وجبه حواوشي. والنص التاني اهو هعمله لحمه معصجه، هنعمل بيه مكرونه بشاميل، هنعمل بيه مسقعه، هنعمل بيه نحشيه في القلب بتاع دوت. قولي معايا العيش الصاج، تعملي زي ما انت عايزه تعمليه. اللحمه المفرومه معاكي مفتوحه. تمام يا حبايب قلبي. هنجيب كيلو بانيه. كيلو بانيه هتعملي من الكيلو البانيه كفته فراخ، هعمل منه فاهيتا، هعمل منه ستريبس، هفرم منه، اعمل مثلا منه لحمه مفرومه بتاع كفته. بصي كيلو البانيه معاكي اعملي فيه زي ما انت عايزه. اعمليه اربعه، هيبقى 4 معاكي. ربع فاهيتا، ربع شاورما، ربع لحمه مفروم افرمه كده واعملها مع كفته، وربع التاني اعملها مثلا لحمه اقطعها صغير كده واعملها مع الصجر برضو زي اللحمه المفرومه مع الصجر. ودي الكفته بتاع الفراخ برضو مع الصجر بتبقى تحفه تحفه تحفه. اجيب كيلو كبده. كيلو الكبده ب 140 جنيه، بجيبها المستورده. مستورده بقى كيلو ب 140 جنيه. هنقسمه على نصين. نص اعمله بالرده كده والدقيق والحبشتكنات والكزبره، واعملها كده زي بتاعت غريب بتاعت بره، وجنبها سلطه الطحينه. ولو خدتي منها بقى واحدتين كده وقطعتيهم صغير كده وعملتيها بلسان العصفور زي ما بيعملها بقى كده غريب، بتبقى تحفه. والطماطم بتبقى جميله تحفه تحفه. قولوا لي لو انتوا عايزينها، قولوا لي وانا اعملها لكم واقول لكم عليها في الكومنتات. النص الثاني بقطعها صغيره عصافيري واعملها فوق المكرونه، اعملها كده سندوتشات في الفينو كده بسلطه الطحينه. يعني هتتشقلبي كده وتعملي منها اكلات كتير. ماشي. اعمل بقى ايه؟ اجيب 2 كيلو كبد وقوانص. كيلو كبد والقوانص ب 80 جنيه ب 80 جنيه عندنا. شوفوا انتوا عندكم بكام وقولوا لي الاسعار. 2 كيلو ب 160 جنيه. 2 كيلو ب 160 جنيه. انا بقول لكم احسبوا معايا عشان نحسب الحسبايه دي، وهيبقى فايد كمان فلوس مننا، خلي بالكم. هنعمل بالكبد والقوانص نعمل منها حاجات كتير. ممكن اخد كبد وقوانص نص كيلو اعملها بالفريك، بتبقى عامله زي ما تكوني عامله فراخ بالفريك بالظبط. جميله تحفه تحفه تحفه. اجيب بصلايه واقوم مشوحاها، واقوم اكون مقطعه الكبد والقوانص على 3 حتت، طبعا بعد ما اغسلهم طبعا غسله نظيفه كل واحده وغسلتها بقى بتغسلها ازاي. واقوم حاطه القوانص مع البصل واقوم مشوحه 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 مشوحه، واحب شويه ميه عشان تستوي. وبعد كده اكون مقطعه الايه الكبده 3 حتت برده، واقوم حاطاها في قلبها ومشوحه، ويكون الفريك نقعاه بميه سخنه، واقوم حاطاها عليها بعد كده يكون مستوي، واقوم حاطاها عليها وتقلبي كل ده بقى طبعا مع التتبيله مع كله. انا ما بحطش غير توابل فراخ وفلفل اسمر والملح وبس على الحاجات اللي انا عملتها دي. وطلعي صينيه فريك بالكبد والقوانص اكنك بتاكلي فراخ بالكبد والقوانص، فراخ محشيه، والله العظيم تحفه. انا بعملها. النص التاني ممكن تقطعيه برده صغير وتعمليه برده سندوتشات زي الكبده والعصافير كده بالبصل والفلفل والثوم والكلام ده، وبعملها. او تعمليها كده وتعمليها على بتاع دي مكرونه، تحطيها على مكرونه. بصي انت هتخترعي في الاكلات بتاعتك. ادي برده معاكي يعني بصي فراخ ولحمه وبانيه قد ايه لطول الشهر، ما شاء الله. يعني ذروتي بقى. طبعا اعمل سندوتشات زي ما انا قلت، اعمل لهم انتوا السندوتشات. السندوتشات ديت بالفينو كده وعليها سلطه الطحينه برده. اعمل مكرونه جنب الكبد والقوانص. ممكن اعمل اجنحه بقى، اجيب كيلو اجنحه. كيلو اجنحه، لا انا هجيب 2 كيلو كمان اجنحه. ده انت فرتها قوي يا ماما لومي. ايوه حبيبه اختك، اعملي بقى براحتك. 2 كيلو اجنحه، ده انا بقول لك بص كمان هيفيد فلوس. 2 كيلو اجنحه. 2 كيلو الاجنحه بكام؟ الكيلو ب 50 جنيه. نجيب 2 كيلو، اغسلها ونضفها واشيل حته اللي هي الجرحه دي الصغيره دي الزفره، واقطع الجرح 2. اعملها بقى بالفيجيتار، اعملها كده على صينيه بطاطس، اعملها زي الاستريبس كده محشيه كده، بتبقى ناشفه كده بالبتاع ديت النشا والدقيق كده بخلطه كده، تبقى تحفه. تمام. اعملي عليها مثلا، ممكن اعمليها احطها مثلا، احطها على المحشي. اعمل حله المحشي واقوم حطها تستوي مع المحشي مع التتبيله بتاعتها بالبصل كده. افرم البصلايه واقوم دعكاها بيها كده وبالملح والفلفل، واقوم حطها فوق الوش او احطها في قعر الصينيه في قعر الحله، واعمل المحشي عليها، بتطلع تحفه تحفه تحفه. نروح بقى القسم بقى ايه؟ السمك. السمك بقى مش هنجيب الا كيلو بس سمك، كيلو ماكريل، او عايزه تجيبي مثلا بولتي جيبي كيلو ماكريل ب 180 جنيه. اجيب كيلو، اعملها صينيه خراطه كده، اعملها صينيه
سمك، او مثلا اجيبه السمك صغير 3 سمكات مثلا، احنا 4 تنفار، انا سمكايه وجوزي سمكايه، والسمكايه الكبيره دي الثانيه اقسمها لابني دي او بنتي دي، وشويه رز جنبهم الحمد لله. ده او مثلا سمك بلطي، هجيب كيلو ونص سمك بلطي او 2 كيلو سمك بلطي زي ما يكون عندكم، وشبراق الدنيا. نروح بقى لقسم البقوليات، يعني احنا دلوقتي كلنا سمك وكبده وبانيه وكفته وفراخ ولحم كله ما عدا اللحمه، احنا ما جبناش لحمه، احنا جبنا لحمه مفرومه عشان ما فيش لحمه، لان ما فيش حد اصلا بيحب اللحمه قوي زي الفراخ والبانيه والحاجات دي. نروح بقى لقسم البقوليات، البقول بقى نجيب ايه؟ نص كيلو عدس اصفر او بجبه ب 25 جنيه، هنعمل منه نص كيلو ايه؟ نجيب مثلا ربع من ده وربع من ده، ربع مره نعمله كشري، والربع الثاني نعمله كشري برده تاني اصفر بالعدس الاصفر. نجيب ربع كيلو ده ب 25 جنيه، نجيب ربع كيلو فاصوليا ب 25 جنيه. نجيب 5 كيلو رز، انا حاسبه لكم الرز ب 30 جنيه، هو مش ب 30 جنيه، انا بجيبه ب 25 جنيه على فكره، بس انا حسبت ب 30 جنيه. 5 كيلو رز ب 150 جنيه. هنحسب المكرونه زيها والشعريه زيها وكله. هنجيب 2 كيلو شعريه، هتجيب 2 كيلو شعريه، 2 كيلو شعريه ليه؟ لاني انا بحط ربع كيلو رز، ربع كيلو شعريه على نص كيلو رز، بيعمل لي حله كبيره بسم الله ما شاء الله. 2 كيلو شعريه ب 60 جنيه. هنجيب كيلو لسان عصفور ب 30 جنيه، انا حاسباه ب 30 جنيه، وهو كمان ده ثمن المكرونه ب 22 جنيه و 23 جنيه، يعني كمان هيفيد منكم كمان فلوس، خلي بالكم. هنجيب ب 20 جنيه كمون، اللسان العصفور دي ممكن اعمل معاها كبد والقوانص، خلي بالكم، ممكن اعملها زي طاجن كده كبد وقوانص مع، ممكن اعمل مثلا اخد من اللحمه المفرومه دي معلقتين واقوم حطها في قلبها وبتتعمل طاجن لسان العصفور باللحمه المفرومه او بالفراخ، ماشي، بتبقى جميله جدا. نجيب ب 20 جنيه فلفل اسود وب 30 جنيه كمون، ده هيكفيني الشهر. هنجيب مكرونه، كيلو مكرونه بس، ليه يا ماما كيلو مكرونه؟ ما انت جايبه 5 كيلو رز، ولادك بيحبوا المكرونه اكتر من الرز، قللي من هنا وزودي هنا. كيلو المكرونه ده جيبي نص بقى سباكيتي، نص اقلام زي ما انت عايزاه عشان تعملي ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، صينيه المكرونه. نجيب ازازه زيت ب 150 جنيه، ازازه اللي هي بتاعت 2 كيلو كده و2 كيلو ونص اللي هي عليها عرض دي. نجيب كيلو علبه سمنه، نجيب كيلو ب 90 جنيه، السمنه السايبه دي ب 90 جنيه، اللي هي الهانم او الممتاز او الكلام ده بايه؟ ب 90 جنيه. وادعي ليا بستره العرض انا ليا واولادي، واسترها معاكم انتوا كمان. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا ارحم الراحمين. ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم، وصلوا على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا اولاد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وزيدوا النبي صلاه. الفطار بقى والعشاء، هنجيب كيلو فول مدسوق كيلو تدميس ب 60 جنيه، وهنجيب نص كيلو جبنه قريش ب 45 جنيه، هنجيب كرتونه بيض ب 130 جنيه، هنجيب نص كيلو فول تدميس. ايه ده يا نومي ده؟ امال ايه؟ هنعمل طعميه ونعمل فول طب الجبنه القريش ما بيحبوهاش ولادي، لا انت هتعبيها لهم ازاي بقى؟ ما انا مش هحطها كده، اخد حته الجبنه القريش على شويه لبن، شويه لبن، وجيبي مثلا نكهه الجبنه اللي هي اللي بالتوابل دي من عند العطار، واحطها فيها واضربها كده فيها، بتبقى كريمي وجميله جدا، وتتعمل سندوتشات بتبقى تحفه. هتجيب 2 كيلو دقيق او كيلو دقيق ونعمل كيكه، هيبقى منها فطار ومنها عشاء، تمام. الخضار بقى احنا ما رحناش بقى للخضار، هتجيبي 5 كيلو طماطم، والطماطم دلوقتي رخيصه جدا وب 5 جنيه كيلو. هنجيب ايه؟ 5 كيلو ونصلصلهم ونعملهم صلصه كده وجميله جدا، نشيل منهم كيلو مثلا، نجيب حبه كده بسيط كده بتاع ده، اللهم صل على سيدنا محمد، للسلطه، تعملي بتنجان مخلل السلطه، مخلل كده حادق يعني. جيبي كيلو فلفل حامي او رومي. طب اعمل في الفلفل ايه؟ ما انت الفلفل الحامي العيال بيحبوا بالحادق، حراق بيعملي منهم، ونص كيلو فلفل، عشان الفلفل ده بيقعد كتير، تضربيه وتعملي زي شطه كده، تحطي منه على الاكل. والرومي ده العيال لو ياكلوه كده جنب الجبنه، قطعها لهم كده شرايح، بيبقى تحفه ومغذي وجميل جدا. هتجيبي كيلو ملوخيه ب 10 جنيه، هتجيبي 4 كيلو بطاطس ب 50 جنيه، انا حاسبه البطاطس ب 12 جنيه، او لا يا رب ب 12 ونص كيلو عندنا، بتجيب 4 كيلو ب 50 جنيه بطاطس. اهم شيء تحمري منها بقى، تسلقي منها، تعملي صينيه بطاطس منها. ده الخضار، والخضار ده مش شهر ده اسبوع يعني عشان تعملي منه، تمام يا حبايب قلبي. بعد كده بقى اللهم صل على سيدنا محمد، الفاكهه، هتجيبي كيلو عنب ب 30 جنيه، هتجيبي كيلو ليمون عشان نعمل عصير ليمون، هتجيبي 3 كيلو بصل هيكفوك الشهر كله بسم الله ما شاء الله، وتشقلبي فيه كمان. ده الحاجات الايه؟ الخضار والاكل. هتجيبي بقى المنظفات، مش هنجيب كتير في المنظفات، هنجيب 2 كيلو باهي ب 90 جنيه، او انا جايبه بصراحه اللافندر
اللافندر ده كيس 2 كيلو ونص للغسالات الفوق اوتوماتيك. اما الباقي العاديه، الغسالات اللي هي الاوتوماتيك 2 كيلو ب 90 جنيه. اللافندر اللي فوق اوتوماتيك، اللي انا باب من فوق، انا عندي الغساله بتاعتي بابها من فوق، جبت اللافندر ريحته تحفه وجميل جدا، وبيخلي ما تحطوش عليه دوني ولا تحطوش عليه اي حاجه، هو كده منه فيه جميل جميل جميل. الكيس 2 كيلو ونص ب 45 جنيه جبته والله العظيم ب 45 جنيه. جيبي بقى ايه تركيبه الصابون والحاجات دي كلها، هتجيبي بقى ايه تركيبه الصابون اللي هي ب 35 جنيه، هتعمل معاكي 8 كيلو ونص. انا عاملاه ومنزلاه عندي على القناه، اول فيديو منزلاه عندي على القناه، والله 8 كيلو ونص ولحد دلوقتي بشتغل بيه، والله 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 زي ما بقول لكم كده. انا قاعد معايا يعني هقعد معاكي شهرين او شهرين ونص كمان، والله العظيم 3. الخل، جيبي كيلو خل ب 10 جنيه عشان يبقى عندك خل برضه. هتجيبي بقى الحاجات دي كل، او تجيبي ايه العجينه البيضاء. العجينه البيضاء دي ليه؟ العجينه البيضاء دي عشان عندك هدوم بيضاء، العيال بتوسخ هدومها، جوزك هدوم بيضاء كده، تنقعيها فيها بتبقى زي الفل وزي القشطه. اللهم صل على النبي. الخضار ده كله بالاسبوع بقى، كل الخضار ده كله بالاسبوع. انت لو حسبت الحسبه دي كلها، انا حسبتها طلعت معايا 2620 جنيه. الحاجات دي اللي انا كلها لو انت حسبتيها معايا 2620 جنيه، هيتبقى معاكي 380 جنيه. 380 جنيه لو شلت ال 300 جنيه وال 80 جنيه دي جبتي مثلا نص كيلو باميه، جبتي مثلا نص كيلو بتاع، انا مش عارفه كاتبه هنا باميه ولا مش كاتبه باميه، لا كاتبه باميه اهو، كمان جايبه باميه ب 20 جنيه، جايبه نص كيلو باميه ب 20 جنيه على فكره. عشان كده انا بقول انا كاتبه باميه كمان من ضمنهم ب 20 جنيه. يعني عندك خضار ملوخيه وبتاع دوت وفاصوليا، من البقوليات فاصوليا، جايبه ربع كيلو فاصوليا، وربع كيلو فاصوليا ده بيعمل لك حله ممكن تفيد لي تاني يوم، يعني ممكن تاني وصينيه البطاطس تفيد لك تاني يوم. تمام، يعني انت خضارك مش هتجيبي كتير، ممكن تجيبي مثلا بتاع كوسه تعملي حل كوسه، تجيبي مثلا كرنبايه، الحاجات دي كلها هتشيلي 300 جنيه وال 80 جنيه دي خليها لبقيه الخضار التاني، هيبقى هتحوشي كمان منهم ادي 3000 جنيه طلعوا 2620. هنشيل 80 جنيه لبقيه الخضار الاسبوع اللي بعد منه واللي بعده، هيبقى معاكي 300 جنيه. 300 جنيه دول تشيليهم ما بين الجلد واللحم، لو شلتي 300 جنيه كل شهر هيبقى معاكي في ال10 شهور 3000 جنيه. هتجيبي اللي انت عايزاه وتجيبي لاولادك اللي انت عايزاه، وممكن ال 3000 جنيه دولت يا حبيبه قلبي تجيبي نص جرام ذهب، نص جرام ذهب تشيليه، والله العظيم 3 هينفعك. نص جرام ذهب على نص جرام ذهب هيبقى معاكي كميه ذهب قد كده. حبايب قلبي صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه، ما تنسونيش في الصلاه على النبي بالله عليكم، والكومنت الجميل والدعوه الحلوه من قلبكم لماما لومي. حبايب قلبي بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.